السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على طريقة تحضير الدجاج بالليمون المخلل بالطريقة المغربية. الليمون المخلل هو الحامض، يعني الحامض مصير كي نقولوا احنا بالدارجة المغربية. نحتاج في المقادير واحد الدجاجة وبصلة مقطعة إلى حلقات وبصلة مفرومة، يعني على جوج أنواع، يعني مقطعة حلقات ومفرومة، وجوج حبات ديال الليمون مخلل يعني الحامض كما قلنا مرقد، وحسب الرغبه كيبقى التوابل الملح والفلفل وملعقتين ديال السمن والزيت. طريقه التحضير: كنشدو ديك الدجاجه كنغسلوها مزيان من الداخل والخارج بالماء والملح والخل والدقيق. من بعد كنبللو ديك الدجاجه بالبصل المفروم وملح وفلفل والتوابل ولب الليمون المخلل، يعني داك اللب الداخل ديال الحامض بحبات البركه، وخنخلو داك الشيء لمده ساعتين في الثلاجه حتى تشرب ديك الدجاجه. من بعد كنخرجوها كندهنوها بالزيت او السمن من جميع الجوانب حتى تاخذ لون من جميع الجهات، ثم يضاف حلقات البصل ثم الليمون المخلل. من بعد كنشدو ديك الدجاجه كنغطيوها بالماء، يعني كنغطسوها في الماء، يعني كنديروها في الماء وتترك نصف ساعة على النار حتى تنضج تماما، او كندخلوها للفرن حسب الرغبة، بغيت دير هذاك كندخلوها للفرن يمكن لك كاع نصف ساعة على النار، ومن بعد كتدخلها للفرن حتى تحمر، وكتقدم هذيك الساعة مع الروز والمكرونية او خضار، او ما حسب الرغبة اللي حبيتي انت، او اللي حبيتي انت يا اختي، او اللي حبيتي انت يا امي. ودمتم في رعاية الله وبالصحة والراحة.